شايفين بقى الجمال اللي عدى الكلام؟ طب بذمتكم اقول لكم ايه، شويه باتيه حلو وحادق بجد ما يستاهلوش غير بقكم. كوبايه شاي بلبن وتعالي معايا بسرعه. صحصحي معايا كده، محضره لك كام وصفه كده للفطار واللانش بوكس وللعشاء والمذاكره. بصوا هتعجبكم جدا جدا، حاجه سهله وبسيطه واقتصاديه وعلى قد ايدك. يلا بسرعه نشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده. جبت نص كوبايه من الميه الدافيه، حطيت عليها معلقتين كبار من السكر وباكو واحد من الخميره الفوريه، وقلبتهم كويس جدا مع بعض علشان اتاكد من الخميره بتاعتي انها شغاله. وفي نفس الوقت بعجل كده وقت هجيب بقى كده كوبايه تكون كبيره شويه وهفضي فيها كوبايه من اللبن الدافي. لا بصوا، هي مش لبن دافي، هي لبن سخن شويه. لازم اللبن يكون سخن شويه، مش دافي زي بتاع الزبادي، لا يكون اسخن شويه. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الخل، وده علشان يبقى عندي لبن قاطع، لبن مجبن زي ما انتم شايفين، بيخلي العجينه بتاعتك هشه جدا جدا. يعني لو انت عندك لبن قاطع اصلا استخدميه على طول. في العجانه بتاعتي او البوله اللي انا هعجن فيها، ضفت 4 كوبايات من الدقيق، يعني نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح، وضفت عليها نص كوبايه الخميره الفوريه بتاعتي بعد ما اتنشطت، وكوبايه اللبن اللي عليها معلقه الخل. لو مش حابه تحطي لبن مفيش مشكله، استبدليها بكوبايه ميه دافيه، وبرده حطي معلقه الخل في العجينه بتاعتك عشان تكون محسن طبيعي للعجينه. بعد بقى العجينه بتاعتي ما لمت كده خالص والدقيق معايا اختفى تماما زي ما انتم شايفين بالشكل ده، نزلت عليها بربع كوبايه من الزيت. زيت يا جماعه، لا زبده ولا سمنه، ربع كوبايه بس من الزيت. واعجنيها حلو جدا جدا، يعني مش اقل من 7 دقايق، سواء بقى على ايدك او بالعجان. انا عايزه العجينه تكون ناعمه جدا زي ما انت شفت كده، شبه الاستك، ومفيش فيها مسام خالص. وطبعا تكون فيها تلزيقه زي ما انت شفت كده عشان يطلع معاكي في الاخر الباتيه بتاعك طري كده وجميل جدا. سبتها اختمرت حوالي ساعة الا ربع، حسب بقى حرارة الجو، حسب ما بتعمليها بقى في الصيف او في الشتاء. بعد ما اختمرت معايا بجيب بقى العجينة بتاعتي وبقطعها 4 قطع، 4 كور زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا هاخد كورة واحدة بس اشتغل فيها، والباقي احطه كده في طبق، هدهنه كده بمسحة من السمنة او من الزبدة او اي مادة دهنية، عشان زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتي طرية كده وفيها تلزيقة. وكمان ما تنسيش تغطي وش العجينة بتاعتك كده بكيسة بلاستيك، علشان طبعا ما تشققش معاكي ولا تنشف. هنجيب بقى كده رشه بسيطه من الدقيق كده على الرخامه، واجيب الكوره بتاعتي وافردها زي ما انتم شايفين بالنشابه. ضروري طبعا النشابه بتاعتنا عشان تظبط معانا الكلام. بفردها بسمك نص سنتي، افرديها كده على قد ما تقدري شكل مستطيل. انا فردتها بسمك نص سنتي، يعني مش رفيعه قوي ومش سميكه قوي. جبت هنا 3 معالق كده كبار من الزبده، زبده او سمنه او زيت المتاح عندك استخدميه. انا كان موجود عندي زبده فاستخدمتها. 3 معالق دول هيفردوا لي ال4 كور كلهم، يعني الموضوع اقتصادي جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا كده فردت العجينه بتاعتي بشكل مستطيل كده، وقطعتها كده بجوانبها بالسكينه زي الفطير الشرقي والفطير المشلتت اللي احنا عملناه. كررت نفس وطبقتها الخطوات في كده على ال3 كور بعضها، سهله التانيين جدا بنفس جدا الطريقه بالظبط، بنفس مسحه الزبده بكل حاجه. وبعد كده دخلتها التلاجة علشان ترتاح شوية، وعشان كمان الزبدة تمسك نفسها وما تخرجش معايا وقت الفرد. خديها قاعدة، كل ما تريحي العجينة تريحك، ما تتعبكيش وانت بتفرديها، ما تبقاش معاكي شبه الاستك. فريحي العجينة بتاعتك عشان لما تيجي تفرديها بالشكل ده ما تبقاش معاكي شبه الاستك، كل ما تفرديها بعد ما ريحتها زي ما قلت لكم تلت ساعة ربع ساعة كده في التلاجة من تحت، جبت بقى كده كورة منهم وفردتها برضو على رشة بسيطة كده من الدقيق، وبعملها على قد ما اقدر كده مستطيل. وطبعا مش هتظبط معاكي قوي، فبنشيل كده الجوانب والزيادات كده عشان نطلع بشكل مستطيل صريح زي ما هرجع تاني الباقي معلقتين 3 الزبده اللي كانوا معايا من الاول خالص، وبديها مسحه كده بسيطه من الزبده، علشان طبعا دي هتديك التوريقه الجامده جدا جدا اللي هتشوفيها دلوقتي. انا عن نفسي هعمل ميني باتيه، يعني باتيه صغير. لو انت عايز تعملي الحجم بتاعك كبير شويه كبري التقطيعه دي اكتر من كده. انا خدت مقاس صباعين وقطعت. تمام، لو انت حابه 3 صوابع براحتك، حابه اصغر من كده زي ما انت عايزه. نص الكميه بتاعتي هحشيها بالشوكولاته والنص التاني هحشيها بالجبنه. طبعا تقدري تحطي نوتيلا سايحه، تقدري تحطي مربى، تحطي اي صوصات زي ما انت عايزه براحتك جدا. طبعا تقدري تعملي كمان فاضي خالص وتحشيه بعد السوا زي ما انت عايزه. انا هنا كان عندي شوكولاته مطبخ، كسرتها كده قطع صغيره وبدات اقفل عليها كويس جدا عشان ما تخرجش معايا وقت السوا، طبعا لانها هتدخل معايا الفرن فهتسيح معايا، فسهل جدا انها تخرج من الحشوه بتاعتك او تخرج من الباتيه نفسه. فقفلي عليها كويس جدا وبروميها زي ما انت شايفه بالشكل ده. في صاج فرن بقى او اي صينيه مدهونه كده مسحه من الزيت او ورق زبده زي ما انت عايزه، ورصيهم وسيبي مكان كده ما بين كل واحده والتانيه. طبعا لسه هتختمر معايا تاني ولسه هتزيد معايا حجمها في الفرن، فمش عايزاهم يلزقوا كده في بعض.
هاعمل بقى كورة تانية زي ما أنتم شايفين بالشكل ده أهو، فردتها كده مربع، مستطيل زي ما أنت عايزة، ومسحة الزبدة دي ضروري جدًا، جدًا، أو مسحة السمنة أو مسحة الزيت، أي مادة دهنية اشتغلي بيها براحتك خالص، بتفرق أوي، أوي في التوريقة وطعمه بتخلّيها حلو أوي، خاصةً بقى لو أنتِ مستخدمة سمنة طعمها حلو أو زبدة طعمها حلو. دي بقى الجبنة اللي أنا كنت مستخدماها في الحشوة، جبنة فيتا، ينفع جبنة طبعًا براميلي، جبنة تلاجة، أي نوع جبنة زي ما أنتِ عايزة، جبنة كريمي، أي حاجة زي ما أنتِ عايزة براحتك. تمام، وقفّلي عليها كويس جدًا، أهم حاجة أي حشو بتحطيها سواء حلو أو حادق بتقفّلي عليها كويس جدًا عشان ما تخرجش معاكِ وقت السِوَى وتخسري الحشوة بتاعتِك خالص، طبعًا بتبوّظ لِك شكله جدًا. عايزة أقول لِك كمان كل ما صغّرتِ قطعة الباتيه نفسها بترمي معاكِ كمية أكتر، كل ما كبّرتِ القطعة بتبقى الكمية أقل، وأنا فزي ما هنا أنتِ كنت عايزة. مصغّرة قطعة الباتيه بتاعتي عشان زي ما قُلت لكم لسه هيختمر معايا للمرّة التانية وحجمه هيزيد، وكمان لسه حجمه هيزيد معايا في الفرن. زي ما أنتم شُفتوا أهو في الصينية بتاعتي أو في الصاج باسيب مسافة كده ما بين كل واحدة والتانية علشان أدّي له كده براح عشان حجمه يزيد براحته. آخر كورة عندي أنا حبيت أعملها كبيرة شوية، فزي ما أنتم شايفين كده برضه بنفس الخطوات هي، وباقفّل عليها وبابرمها. أنا حبيت بس أورّيكِ لو أنتِ عملتيه بحجم كبير هيطلع معاكِ شكله إيه في الآخر، بيطلع معاكِ تقريبًا شبه الجاهز اللي بنجيبه من السوبر ماركت كده بتاع الشركات، بيطلع حجمه يعني ده هيتضرب في 2، يعني دلوقتي حجمه هيتضاعف معاكِ أكتر، تمام كده؟ طبعًا أول ما باخلّص الصاج بتاعي على طول باغطّيه كده بكيسة بلاستيك وباسيبه كده في مكان دافي فوق الرخامة، فوق البوتاجاز بتاعي، في أي مكان دافي كده باسيبه ربع ساعة كمان تاني أو تِلت ساعة كمان لغاية ما يختمر معايا للمرّة التانية. مهم جدًا، جدًا في المعجنات بتاعتِك تختمر معاكِ مرّتين، مرّة في الأول خالص قبل التشكيل، ومرّة تاني بعد التشكيل عشان تبقى معاكِ هشة كده وخفيفة، وما تبقاش بعد طبعًا ما اختمر معايا وحجمه اتضاعف زي ما أنتم شُفتوا بالشكل ده، جبت بقى ربع كوباية من اللبن الدافي، عليها معلقة كده من العسل الأسود أو معلقة صغيرة من السكر وعليها معلقة من الزيت. طبعا ده بديل البيض، صفار البيض لو انت حابة تستخدمي صفار بيض زي ما انت عايزة. قلبتهم كده مع بعض وهبدأ أدهن بيهم الباتيه بتاعي كويس جدا من كل ناحية. رشة بقى سمسم كده على الباتيه بتاعك، رشة حبة البركة على المحشي بالجبنة، رشة السمسم على الحلو زي ما انت عايزة عشان تعرفي تفرقيهم كده. وهدخلهم الفرن بتاعتي مسبق التسخين على حرارة عالية جدا، حرارة 200 240. هيقعد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة حسب بقى ما يستوي معايا وحسب حرارة الفرن بتاعتك. هتبص تلاقيه اخد معاكي لون من تحت كده ذهبي خفيف، هتولعي له الشوايه علشان ياخد نفس اللون الجميل ده كده من فوق، مع طبعا التقليب المستمر مع دوران الصاج بتاعك باستمرار عشان يبقى واخد اللون الجميل ده من كل اتجاهات. اول بقى ما بيطلع معاكي من الفرن بتديله رشه كده بسيطه من الميه، رشه بسيطه خالص كده، وبتغطيه بكيس بلاستيك وفوطه مطبخ وتسيبيه حوالي 10 دقايق ربع ساعه بيرجع معاكي طري جدا وزي القطن. شايفين يا جماعه والله خطير بطريقه غير طبيعيه، سهل جدا واقتصادي ما بياخدش معاكي وقت خالص في التحضير، وعملنا الكميه دي كلها من نص كيلو دقيق بس، يعني عملنا حلو وحادق ما شاء الله كميه حلوه جدا جدا. طبعا تقدري تعمليها كده في اول اسبوع وتوفري على نفسك تعب الاسبوع كله، فطار لانش بوكس عشاء وقت المذاكره في كل حاجه تنفع معاكي. بعد ما بيهدى كده من السخونه بفرزه كده في اكياس تلاجة وادخله الفريزر، لما بحتاجه بخرجه على طول. باتيه سهل جدا وبسيط وكمان اقتصادي، يستاهل انك تجربيه.